القياسي اللي هو ستاندرد بنتريشن تيست او المختصر بتاعه SBT. ده اختبار بيتنفذ في الموقع زي ما قلنا بنسميه اختبار حقلي عندما تكون عينات التربة مقلقلة، وده بيحصل في الرمل او الطين الضعيف، وبنعمل الاختبار ده لصعوبة اختبار العينات في المعمل. طيب ايه هي فايدة الاختبار اختراق القياسي SBT؟ استخراج عينات مقلقلة من التربة، يعني بنطلع من التربة عينات غير متماسكة ونعمل لها اختبار الاختراق كمؤشر او كدليل للكثافة النسبية للعينات لتحديد مقاومتها للقص والانضغاط وقدرة تحمل التربة. العينات المفككة او المقلقلة ما بنعرفش ناخدها المعمل نعمل عليها اختبارات، لان هي ببساطة بتطلع من التربة خواصها اتغيرت وبتطلع مفككة من بعدها. فعلشان يكون عندنا مؤشر او عندنا دليل للكثافة النسبية بتاعتها ووحدة الحجوم بتاعتها علشان نقدر نعمل لها اختبارات، فبنعمل بقى الاختبار عليها في الموقع، يعتبر قبل ما بنطلعها بنعمل عليها الاختبار، وده اللي بنسميه SBT او اختبار الاختراق القياسي. الفكرة بتاعت الاختبار ان احنا بنحسب عدد الدقات او الضربات اللازمة لاختراق ماسورة الاختبار للتربة لمسافة 45 سنتي، وهنعرف دلوقتي يعني ايه الكلام ده. طيب وصف الجهاز عبارة عن ماسورة. الماسورة دي فيها معلقة، المعلقة دي بتجمع العينات جواها، وهنشوف الكلام ده دلوقتي. خطوات تنفيذ اختبار الاختراق القياسي: يتم تركيب ماسورة الملعقة في جهاز الحفر، فتحتها أقل من قطرها. هي دي الملعقة يا باشمهندسين، بتكون القطر بتاعها أو الفتحة بتاعتها 50 ملي، وبدايتها الجزء اللي هو بينزل جوه التربة الأول بيكون قطره أو فتحته أقل من قطر الماسورة دي، زي ما قلنا بنسميها الملعقة. يتم عمل علامات على خط الحفر كل 15 سنتي. الملعقة دي يا باشمهندسين بتركب في خط الحفر او ماسورة الحفر اللي هي دي، وبنعمل علامات على خط الحفر كل 15 سنتي. بنعمل 3 علامات، بمعنى ان انا بقيس مسافة 45 سنتي او بنزل جوه التربة 45 سنتي. يتم الدق على الماسورة بحمل وزنه 63 كيلو من ارتفاع 76 سنتي. ده خط الحفر يا باشمهندسين اللي هو عملنا فيه العلامات اللي هو راكب فيه الملعقة، وده الحمل اللي بيكون وزنه 63 كيلو. بنرفع الحمل بالواير ده على مسافة تقريبا 76 سنتي، وبننزل الحمل على الماسورة بتاعة الحفر او على خط الحفر، وبنحسب بقى عدد الدقات اللازمة لاختراق الماسورة الاختبار للتربة لمسافة 45 سنتي. بس المسافة 45 سنتي دي قسمناها ل3 مسافات زي ما انتوا شايفين كده، كل مسافة 15 سنتي. في أول 15 سنتي يتم إهمال عدد الدقات لأنها غالبا بتتأثر أثناء الحفر في البداية ونتائجها لا تكون دقيقة. يعني هنحسب عدد الدقات لأول 15 سنتي، بس دول هنهملهم، يعتبر ما هناخدهمش في الحسبان معانا. وبعد كده هنسجل عدد الدقات اللازمة لهبوط الملعقة لكل 15 سنتي. يعني احنا قسمنا المسافة 45 سنتي، أول 15 هنهملهم، وتاني 15 وتالت 15 هنحسب عدد الدقات اللازمة لهبوط المعلقة. يتم إنهاء الاختبار في حالة زيادة عدد الدقات عن 50 دقة دون حدوث هبوط. بمعنى ان احنا لو فضلنا ننزل التقل على خط الحفر او خط الاختبار ولقيناه ما بينزلش، فكده هننهي الاختبار، لان خلاص كده التربة قوية ومفيش هبوط بيحصل في التربة. يتم تكرار الاختبار على مسافات بحد اقصى 1.5 متر وتسجيل النتائج. يعني الاختبار SBT ده طالما التربة عندي رملية وطالما العينات عندي مقلقلة او مفككة، كل 1.5 متر هعمل الاختبار ده بنفس الطريقة. يتم رفع الملعقة واخذ منها العينات اللي هي العينات بقى المقلقلة وتحفظ في اوعية مغلقة.
بنحسب كثافة التربة من خلال جدول بيوضح العلاقة بين عدد ضربات والكثافة النسبية للرمل. ده الجدول يا باشمهندسين، ودي الملعقة. بعد ما بنطلع الملعقة بنطلع منها العينات زي ما انتوا شايفين كده، ومن خلال الجدول ده بيكون عندي في هنا العمود بتاع عدد الدقات، وعندي هنا الوصف بتاع العينة، وعندنا هنا الكثافة النسبية. من خلال عدد الدقات بقدر اعرف الكثافة النسبية وزاوية الاحتكاك، وبقدر اعرف الوصف او التصنيف بتاع العينات في حالة ان هي رمل، وفي حالة ان هي طين بيكون ده الجدول بتاعها اللي بحسب منه قوام التربة بناء على عدد الدقات او الضربات. طيب